إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير. ما فعلته قريش بالمسلمين والمؤمنين والأساليب التي اتبعتها في الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تفلح جميعها في أن تجعل بعض صناديد قريش الألداء الأشداء اللي كانوا شديد العداوة للإسلام لم يمنعهم ذلك من أن يسلموا. ولقد أعز الله عز وجل الإسلام بإسلام أحد رجلين أو بإسلام رجلين أسأل الله حمزة بن عبد المطلب والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. روى ابن إسحاق وابن سعد أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءات بذيئة، فلم يتردد حمزة في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه في قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة شديدة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ أي أتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على دينه؟ قال حمزة رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة وما أظن أنه يريد الإسلام، ولكن ما إن قالها حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام فدخل في دين الله عز وجل. وكان إسلام حمزة رضي الله عنه في بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم في السنة السادسة من البعثة. وكنا تحدثنا من قبل عن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم يجتمعون فيها سرا وخفية دون علم أحد، وكان هذا من متطلبات الدعوة في بدئها. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءت في إسلامه روايات كثيرة لا تثبت وهي ضعيفة، ولكن عليكم السلام أهل العلم يقولون في مثل هذه الروايات أو مثل هذه القصص وإن كانت ضعيفة ولكن تواتر عليها أهل السير والتاريخ، يقولون لا بأس من روايتها ما لم يترتب عليها حكما شرعيا أو شيئا اعتقاديا، لأن الحكم الشرعي والاعتقادي لابد فيه من دليل صحيح. فمن هذه الروايات المشهورة جدا جدا على ضعفها أنه صلى الله عليه وسلم أنه عمر رضي الله تعالى عنه كان أخذ سيفه متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، لأنه عمر رضي الله تعالى كان من المحبين للوطن، من المحبين للجماعة، فهو رأى بفكره يومئذ أنه قد فرقهم، سب آلهتهم وعاب آباءهم وسفه أحلامهم وفرق جماعتهم. فالتقى به قوم من قريش: إلى أين ذاهب يا عمر؟ قال: إلى هذا الصابئ الذي فرق جماعتنا لأقتله. قالوا له: لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أتظن
أن بنو هاشم تاركوك حيا وقد قتلت محمدا، فكيف بأختك وختنك، أختك فاطمة وختنك؟ الختن هو زوج الأخت، زوج أختك اسمه ختنك، سعيد بن زيد قد صبأ فتوجه إليهما، ترك الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى أخته فاطمة وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت يقرأ عليهما القرآن، وفي يدهم صحيفة من القرآن مكتوب فيها أول سورة طه. طرق الباب عمر، فلما علم عمر اختبأ خباب بن الأرت، فدخل فتحت فاطمة دخل عمر رضي الله عنه على فاطمة أخته فقال لها: هل صبأت؟ قالت: بل أسلمت. فضربها ضربة شديدة فسقطت على الأرض فأدماها، فأخذته رقة. رغم شدة عمر رضي الله تعالى عنه وغلظته وقسوته، إلا أن له رقة شديدة تظهر عليه أحيانا، وسيأتي الحديث عنه أيضا أو دليل ذلك أيضا. فأخذته رقة بأخته فقالت: نعم والله قد أسلمت، وغضبت يعني وقالت قولا شديدا. فلما رأى الدم قال: أريني هذه الصحيفة التي كنت تقرأينها أو التي سمعتك تقرأينها. لما كان على الباب سمع شيئا يقرأ. عند ذلك خرج خباب من مخبأه وقال: الله الله يا عمر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وأرجو أن تكون أنت. فأبت فاطمة أن تعطيه الصحيفة من القرآن حتى يغتسل ويتوضأ، فاغتسل وتوضأ وقرأ الصحيفة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى آخر ما هو مكتوب. فأخذت هذه الكلمات لبة من فصاحتها وبلاغتها وجمالها وروعتها، فخرج من عند فاطمة متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث علم أنه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وطرق الباب. من؟ قال: عمر. فدخل اللي قال من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتجف: يا رسول الله، عمر بالباب. عليكم السلام. لأن الجميع كان يهاب عمر كالأسد، لكن من موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسد آخر، وكما يقال: لا يفل الحديد إلا الحديد، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: افتح له، فإن كان يريد خيرا بذلناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. ولكن حمزة ليس بأشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الشجعان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقائه وفتح له الباب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإزاره، موضع الإزار شده إليه شد أو جذبه جذبة شديدة، وقال: أما آن لك يا عمر؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من سمع التكبير علم أن عمر بن الخطاب أسلم. دي الرواية طبعا المشهورة، لكن كما قلت فيها ضعف. أصح ما روي في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه ما جاء في صحيح البخاري. أولا الدليل على شدة عمر، أولا لأنه كان رضي الله تعالى عنه من أشد الدعوة، وكان معروفا بالشدة والغلظة وحدة الطبع، وقد لقي المسلمون منه صنوفا من أنواع الأذى والتنكيل، حتى قال سعيد بن زيد قريب عمر اللي هو زوج أخته كما قلنا: والله لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. يعني لو أنت شفتني وأنا مكتف أنا وزوجتي اللي أخت عمر، وعمر مكتفنا عشان خاطر أسلمنا، وما كانش هو أسلم لسه. فلشدته تلك كان قد يأس الكثير من إسلامه، قالوا مستحيل يسلم من عمر. روى ابن إسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر ابن عامر اللي هو زوجها،
وقد ذهب عامر بن ربيعة لبعض حاجته إذ أقبل عمر، يعني جهزت رحلته عشان تهاجر إلى الحبشة، وعامر زوجة كده ذهب ليقضي حاجته. في نفس الوقت جاء عمر رضي الله تعالى عنه فنظر إليها فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ خلاص أنتم ماشيين؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال عمر: صحبتكم السلامة. فلما رجع عامر قالت له زوجته أم عبد الله: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا، يعني لاحظت رقته وعطفه وحزنه، لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها: أطمعت في إسلام عمر؟ قلت: نعم. فقال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. شوف اليأس وصل بهم لفين. ولكن الله عز وجل غالب على أمره، والله ينصر دينه بمن شاء من خلقه. فروى أحمد والترمذي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما قال أو كما يظن. فبينما عمر جالس، الكلام ده في أيام إمارة عمر، يقول: فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنه. والله ظني يبقى مخطئ، المكان الرجل ده لسه على الجاهلية كافر، أو كان كاهن في الجاهلية، حاجة من الاثنين. علي بالرجل. فجاءوا فنادوه إليه ودعوه وقال له ما قال: إما أنك يعني ما زلت على دينك في الجاهلية وأنك كنت كاهنه. فقال الرجل وهو غاضب أو مغضب: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. حدش استقبلني بالكلام ده ولا استقبل به أحد من المسلمين. فقال عمر: إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، لازم تقول لي كنت أنت ما زلت كذا ولا أنت كنت كاهن؟ قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. الكاهن كانت يبقى معاه يعني جن أو جنية يلقي له الأخبار، والحديث وارد في صحيح مسلم. الكلام ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قبل ميلاده أصلا. كان الجن يسترقون السمع، يعلو بعضهم فوق بعض هكذا حتى يصلوا إلى السماء عليكم السلام، فيستمع الكلمة من خبر السماء فيلقيها الجن الذي سمع إلى من تحته، ومن تحته إلى من تحته، حتى يصل إلى الكاهن، ويلقي معها أي مع الكلمة دي 100 كذبة، فيخبر الكاهن بما سمع من الكذب ومن الحق، فيسمع الناس الجميع. وللأسف يصدق الكاهن بالكلمة الواحدة اللي هي صدق، ولا ينظرون إلى 100 كذبة. يقول: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق. الرجل ده هو اللي بيقول لما كان كاهن جاءته جنيته في السوق. بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع، الخوف، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فما شفتش الجن وإفلاسها وانتكاسها، وبعد أن يأست كذلك وانتكست، يعني خلاص أصابتها المصيبة، أحست بالنكسة، ولحقت بالقلاص، جمع قالوس اللي هي الناقة، وأحلاسها الأحلاس الحلس اللي هو ما يوضع فوق ظهر الناقة، يعني كأنهم ماشيين فوق نوق هربين. ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر لما سمع الكلام ده من الرجل: صدق، يعني الرجل ده صدق، وهيحكي اللي حصل معاه هو اللي كان سبب فيما بعد يخليه يفكر في الإسلام. دي أصح الروايات اللي يراها البخاري. فقال عمر رضي الله عنه:
بينما أنا نائم عند آلهتهم، آلهة قريش المزعومة الأصنام، إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، في رواية أخرى عند غير البخاري فصرخ صارخ من داخل العجل، يعني سمعوا الصوت بيخرج من داخل العجل، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح. الرجل اللي ذبح ده كان من آل نجيح، ففي رواية تقول يا آل نجيح، والرواية تقول يا جليح يعني يا قبيح. يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا جليح يعني يا قبيح، أمر النجيح يعني فيه الفلاح والنجاح، رجل فصيح من الفصاحة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. قلت أي عمر طبعا، فنهض القوم، سمعوا الصدى ومشوا، وثبوا قفزوا كده ومشوا. قلت أي قال عمر لا أبرح والله ما همشي غير لما أعرف إيه الحكاية، لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى الرجل مرة أخرى الصارخ ده يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. دي الرواية الصحيحة في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأعز الله عز وجل به الإسلام. فلما أسلم قال في نفسه والله لأخبرن قريش، ترى من أشد الناس إشاعة، من اللي ما يسمعش إيه، أو كما يقولون عندنا في المثل ما تتبلش الفول على لسانه، أول ما يسمع كلمة لابد أن ينشرها. فقيل له فلان، فذهب إليه في بيته وطرق عليه الباب، ففتح الباب من؟ أهلا يا عمر ما جاء بك؟ قال هل علمت أني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم وأسلمت؟ قال فما تكلم بكلمة واحدة وأغلق الباب وخرج، ووراه عمر، حتى إذا مر بقوم من قريش صرخ فيهم ألا إن عمر قد صبى، وعمر خلفه يقول كذب والله بل آمنت. فقاموا إليه جميعا يقاتلونه، وسل سيفه أخذ يقاتلهم جميعا وحده حتى أصابه الإعياء التعب فألقى بسيفه وجلس، وقال فعلوا، بعض الروايات تقول ذلك، وقال فعلوا ما بدا لكم، اعملوا اللي انتم عايزينه، والله لو كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. حتى جاء العاص بن وائل السهمي فأجلاهم عنه، اتركوا الرجل وما أراد، وكان هو من شرار الناس أيضا الأجلاهم ده. انظر لكلمة عمر ده إن صدقت وصحت روايتها، والله لو كنا 300 رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم. في غزوة بدر كان عدد المسلمين الذين قاتلوا الكفار 317 على أكثر أعداد، وكان النصر له حليفه. إسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما كان من الله عز وجل عزا للإسلام والمسلمين. سألني رجل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين أو بأحب الرجلين إليك. قال هو الإسلام مش عزيز، هل في حد يعز الإسلام؟ هذا من باب النصرة، من باب الأسباب، أي أن الله عز وجل يسبب الأسباب لعزة الإسلام ولنصرة الإسلام وهو عزيز في نفسه. عندما أرسل عمر فيما بعد رسالة لأبي موسى الأشعري يحذره فيها من أن يتولى أحدا من اليهود والنصارى. أنت عارف أرسلوا رسالة دي ليه؟ لما أرسل إليه أبو موسى الأشعري وأخبره بالخبر وعلم أن كاتب الرسالة رجل نصراني، فقال له عمر ألم تجد غير هذا ليكون كاتبك؟ قال يا أمير المؤمنين إن خطه جميلا ولا يصنع شيئا إلا الكتابة فقط لا غير. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا من التولية أو من الولاية، فرد عليه وقال له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وقد كنا أقلة
فأكثرنا الله ونصرنا بالإسلام، معنى قوله. إذن فالعزة في الإسلام في ذاته، أما أن الإسلام يعز فهذا يسبب الله له الأسباب. وكما نرى يقولون أن الإسلام أحيانا يضعف، والدين في نفسه لا يضعف، إنما تضعف أسبابه، أسباب نصرته، كأن يضعف المسلمون كما هو في عصرنا الحالي اليوم. المسلمون كثرة كاثرة، يعني حاليا يعني تقريبا حوالي ربع العالم عدد المسلمين وحدهم. زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبلغ عددهم تقريبا إلا يمكن العشر، ومع ذلك ينصرهم الله عز وجل. في غزوة مؤتة وسيأتي الحديث عنها، يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، 9 سيوف يتكسروا في يده وهو يقاتل. يا ترى قتل كم واحد ب9 سيوف دول؟ عدد المسلمين في المعركة دي كان كام؟ 3000. عدد الروم كان كام؟ 200,000. ومع ذلك قتلوا من الروم مقتلة عظيمة لم يعهدوا لها مثيلا من قبل، ولم يقتل من المسلمين يعني من قتل من المسلمين لا يتعدى 10. حتى رأى خالد رضي الله تعالى عنه التعب والإعياء على المسلمين، فكر راجعا بحيلة خدعت الروم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرار نصرا أو فتحا. قتل فلان فأخذ الراية فلان، ثم قتل فلان فأخذ الراية فلان، ثم قتل فلان سيف الله فأخذ الراية سيف من سيوف الله، وزي خالد بن الوليد من ألقابه سيف الله، فأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، والفتح يعني النصر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم نصرا. الغرب الكافر لما بيقرأ القصة دي، قصة مؤتة بالذات، بيعجب من ذكاء وفطنة ودهاء خالد بن الوليد، ويسمي هذا الفرار المنتصر. الفرار المنتصر، هو فر نعم ورجع لكنه انتصر، قتل مقتلة عظيمة في الروم، وخلى الروم نفسها أحجمت ورجعت. أنا مش عايز بس أقول القصة بالتفصيل لأنها سيأتي الحديث عنها فيما بعد. المهم أن الإسلام عزيز، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالإسلام في نفسه عزيز، ولكن يسبب الله عز وجل له أسبابا لعزته ولرفعته ولنصرته. من ضمن الأسباب أن يجعل من الناس الأقوياء الأشداء، أن يجعل من الناس الذين لهم مكانة عظيمة سواء أسلموا أو لم يسلموا، يجعلهم سببا في نصرة الإسلام. فأسلم حمزة وعبد المطلب لنصرة الإسلام. طب أنت بتقول يا شيخ أو لم يسلموا ربنا ينصر بالكافر؟ نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري إن الله قد ينصر هذا الدين، مع الحديث، بالرجل الفاجر. وأنا أقول قصة كده قصيرة جدا أختم بها ومعلش طولت عليكم. زمان لو تذكروا أحد المساجد في مدينتنا هنا البلينة، مفيش داعي لذكر الأسماء، كان بجوار المسجد ده أرض عايزين يبنوه، لسه أرض، وبجواره جوار الأرض بتاعته يعني أرض لرجل نصراني، ضاعفوا له الثمن أضعافا حتى يبيعها لهم ليضموها إلى المسجد، فأبى. عرف إن هم عايزين يبنوا مسجد وما رضيش يبيعها له. فسمع برجل بهذا الكلام، مين؟ رجل من الرجال الفجار غفر الله له الآن، توفي ولقي ربه والأموات أفضوا إلى ما قدموا، قاتل شارب خمر وقل ما تقول. فذهب إلى هذا النصراني، والرجل كان معروف، ربط على كتفه بالأسلوب البلدي معنا: يا حبيبي سيب الأرض دي وامشي. سابها بدون مقدم ولا مؤخر، وضموها للمسجد وبنوه. قد ينصر الله هذا الدين بإيه؟ بالرجل الفاجر. واسمع على صفحات النت حاليا تجد أهل الكفر نفسهم يدافعوا عن الإسلام. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلنا وتب علينا وأصلح أحوالنا جميعا لنكون سببا لنصرة دينك يا رب العالمين. أستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.